الاخبار النهارده انا جايب لكم الزد 4. تمام، العربيه البيضاء اللي عماله تظهر ورايا دي الزد 4 ال 30 اي. تعالوا بقى نتفرج على العربيه دي، وفي حاجات مش هتبان في الفيديو تمام علشان فيها شويه اوبشن كده لذيذه. جميل. فلو ما لقيتوش حاجه من اللي انتوا عايزينها في الفيديو هتلاقوها في الريلز بتاعه الفيسبوك والانستجرام وكمان الشورتس بتاعه اليوتيوب. جميل. وهسيب لكم اللينكات بتاعه الفيسبوك والانستجرام تحت في الديسكربشن. كمان بقى لو انت في الامارات وعايز تاخد العربيه دي تمام ممكن تيجي تاخدها من هنا. انت بس تكلم مستر جورج. جميل. وقول له انا من طرف قناه البروشور، هيديك العربيه دي وهتاخد عليها هديه حلوه. جميل. فتعالوا بقى نتفرج على العربيه دي. طيب تعالوا بقى نتفرج على الموتور بتاع الزد 4 اللي قدامنا دي. مبدئيا العربيه دي سعرها 285 ألف درهم إماراتي. بصوا الكبوت هنا بيفتح مع جزء من الرفرف، فالرفرف يعتبر الفبرة بتاعته باينة. تمام. وهنا كمان ما عدا طبعا الجزء بتاع الرفرف بيكون اللي هو الصغير زيه الناحية التانية. تمام. الموتور ده بقى 2000 سي سي توين تيربو. جميل. الموتور ده بيطلع قوة 285 حصان، ومتوصل على فتيس 8 سرعات استرونيك. جميل. وبيحقق تسارع من الصفر ل 100 كيلو في 5 ثواني و4 من 10. بس السرعه القصوى بقى بتاعت العربيه دي 250 كيلو متر في الساعه، مقفوله طبعا لان العربيه دي بالموتور ده اكيد تجيب اكتر من كده. تعالوا بقى نخش جوه العربيه ونشوف ايه اللي فيها. طيب ادي العربيه اهي. تعالوا كده ناخد نظره مبعديه سريعه عليها. تمام. عجبني قوي الفتحات اللي تحت دي. تمام. تعالوا كده نشوف. لا دي مش فيك، دي بتدخل على العربيه من جوه، ودي برضو نفس الفكره. اللون الابيض عليها انا شايف ان هو حلو قوي قوي. الابيض مع الحاجات البلاك بيانو مديها شكل حلو قوي. الاضاءه بتاعتها طبعا فول LED بالكامل. ده شكل الجنط بتاعها. تمام. الفتحه دي بقى دي هي فيها فتحه من جوه صغيره. تمام. فهي المفروض بتغير او بتخرج الهواء السخن، يعني الهواء يخش من قدام ويطلع الهواء السخن من هنا. تمام. والعربيه الحندقه صغنونه كده. ده شكل العربيه من ورا اهو. في هنا عواكس، وفي تحت هنا الاكزوست، ويعني لطيفه. تعالوا كده نتفرج على الشنطه بتاعتها اهي. مساحتها يعتبر بالنسبه لحجم العربيه يعتبر مساحتها كويسه جدا. دي علشان النمر، وده السبير، ودي الكاميرا الخلفيه. تمام. وطبعا صوت القفل بتاعتها حلو قوي. ده سبويلر صغير كده، وده السقف هنتفرج عليه دلوقتي. تعالوا كده نتفرج عليه ونشوف هو بيقفل وهو بيفتح، عشان دي تقريبا اكتر حاجه مميزه في العربيه دي. طيب تعالوا كده نتفرج على السقف وهو بيقفل، لان دي تعتبر اكتر حاجه مميزه في العربيات الكابروليه دي. جميل. ادي شكل المفتاح بتاعها. جميل. نقفل، نفضل دايسين على المفتاح شويه اهو. سقف كده بيقفل اهو، والازاز دلوقتي هيقفل هو كمان. ولو انت برضو عايز تفتح العربيه والازاز ادي الريموت اهو، وهتفضل دايس على البتاع ده اهو. ادي الازاز بيفتح، وادي كمان السقف بيفتح. بتبقى حاجه لذيذه كده لو انت داخل على العربيه في الصيف بقى وعايز تفتح البتاع بدل ما تستنى وتقعد جوه والكلام ده كله، فبتفتحه وانت رايح على العربيه. تعالوا بقى كده نخش جوه العربيه. مبدئيا في عندك هنا اضاءه اهي عشان لو راكن العربيه في الضلمه. وتعالوا نشوف كده فرش البيبان اهو. ده جلد. تمام. وده جلد برضو. تمام. ده كروم، وكروم برضو هنا.
ودي بلاستيك، لكن ده بلاستيك بس سوفت تاتش، عليه طبقه سوفت تاتش، فالماتيريال كويسه. هنا ام، وده الكرسي تمام، وفي فتحه صغيره هنا تمام، والتحكم بتاع الكرسي برضو كهرباء، ما عدا طبعا الجزء ده بيكون مانيوال عادي. وده شكل التابلو، تابلو كروم وسوفت تاتش، بصوا، وفي هنا كروم على بلاك بيانو. وده شكل الطاره بتاعت العربيه اهي العاديه بتاعت بي ام. ودي الشاشه الصغيره، وادي منطقه التكييف والميديا، وهنا الشاحن الوايرلس واليو اس بي، والمنطقه التحكم بتاعت العربيه في الشاشه والميديا والكلام ده كله. والمنطقه دي كروم مع الكربون فايبر مع الامبينت لايت اللي واخد الحته دي. والمسند عباره عن 2 كاب هولدر فيهم اضاءه حلوه كده من اللون الابيض، وكمان في شاحن يو اس بي تايب سي. والمفروض ان ده المكان بتاع الطفايه اهو، ده كده المكان بتاع الطفايه تمام. وده تقريبا الساوند سيستم. وهنا بقى لو عايز تحط سندوتش بقى اي حاجه وانت مسافر كده تحطها، مكان صغير يعني تمام. تعالوا بقى نتفرج على الشاشتين بتوع العربيه. طيب احنا تعالوا بس ندور كده ونسمع صوت العربيه. الله، صوت العربيه هادي وجميل كده وحلو تمام. الشاشه بتاعت العربيه دي يعني ما فيها العادي بتاع العربيه، جميل. فهنا السيتنج، هنا بتتحكم في الزرار بتاع المفتاح تمام. وهنا التحكم بتاع التكييف والانتيريور لايت اللي بيتضمن برضو الامبينت لايت. عايز بقى تغير اللون بتاعه، عندك فرايتيز كتير اهي، حبه حلوين تغير اللون بتاعهم. وممكن اللون تقسمه على جزئين على فكره، جميل. في حته مثلا انا اخترت هنا مثلا البلو والابيض، الازرق والابيض يعني، فالجزء ده بقى ازرق والجزء ده من اللون الابيض. فهو بيديك حتى هنا على الشاشه يعني تمام. لكن ممكن تخليه كله اخضر، فبقى الجزء ده اخضر والجزء اللي تحت اخضر وده اخضر واللي على الباب اخضر، فكله بقى اخضر في اخضر. نخش بقى على الدورز. ده هنا تتحكم في القفل والفتح بتاع البيبان والكلام ده كله. الشاشه بتختار هنا الدرايفنج مود تمام، على حسب الدرايفنج مود بيتغير الشكل تمام، اللي هو الشكل ده جميل. او ان انت تعمل البرايتنس بتاع الشاشه اللي احنا شغالين فيها دي تمام، بالليل، تحكم بالليل بس ماشي. وعندك ايه بقى المعلومات اللي انت عايزها تتحط لك في العدات، جميل. وده الهيد اب ديسبلاي، مش عارف بقى هتشوفوها ولا لا، هحاول اوريها لكم في العربيه هنا، يا رب تشوفوها كويس. مش عارف هتشوفوها ولا لا، مش باينه متهيألي. المهم يعني، فده هنا بقى بتتحكم في البرايتنس بتاعها والارتفاع وتعمل لها روتيشن والمعلومات اللي تظهر فيها يعني، شويه حاجات كده جميل. وعندك بقى تتحكم في الدرايف اسيست. الدرايف اسيست بقى انت بتشغله من هنا او من الزرار ده، جميل. فالدرايف اسيست بقى بيشمل بقى السبيد اسيست والسيفتي والباركينج والمانوفرنج وكل حاجه. وكمان في فيدباك بيجي لك من الطاره، يعني هنا الفايبريشن يبقى عالي ولا قليل ولا الكلام ده كله يعني، جميل. بس دي الحاجات اللي موجوده في السيستم بتاع العربيه باختصار، بس مفيش حاجه تانية. قولوا لي ايه رايكم في العربيه دي. صوت العربيه هادي جدا، هادي جدا وحلو قوي قوي قوي. التكييف طبعا دول زون، لكن دول زون لدرجه الحراره مش للمروحه تمام. تعالوا كده اوريكم الكاميرا الخلفيه اهي. بصوا هنا بقى المرايه دي بتنزل، شفتوها؟ يبقى لكم تاني، بصوا هي بتطلع عشان تعدل من وضعها، وعلى القاره اهي بتنزل تحت علشان تجيب المنطقه اللي ورا. ودي الكاميرا الخلفيه مع الحساسات، وطبعا فيها الاوتو بارك او البارك اسيست. هنا بقى بتغير ما بين السبورت مود والايكو
والكومفورت. جميل. ف مثلا على هنا بقى اوريكم بتاع ده. فشايفين هنا الشاشه، السبورت شكلها بيتغير، الكومفورت، الايكو. بصوا بقى الشاشه دي انا ممكن اتحكم فيها من المنطقه دي. جميل. فمثلا يعني انا عايز شكل الخريطه هو اللي يظهر. جميل. او معلومات زياده هي اللي تظهر. تمام. او السبيد اسيست هو اللي يظهر، ايه اللي يظهر فيه بالظبط. فانا ممكن اخلي الورنينج يظهر او ما يظهرش. تمام. السرعه بتاعتي تظهر او ما تظهرش. جميل. المعلومات بقى اي حاجه انا عايزها تخص العربيه دي انا اللي بقول تظهر او ما تظهرش من التحكمات اللي هنا. تمام. فهو ده شكل او طريقه تغيير البتاعه دي. بس كده. طب يا جماعه احنا كده خلصنا الحلوه الزد 4 دي. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. زي ما قلت لكم الريلز هتبقى موجوده على الانستجرام والفيسبوك، واللينكات بتاعتهم تحت في الديسكربشن. وبرده هتلاقوا رقم مستر جورج تحت في الديسكربشن عشان لو عايزين تسالوه عن سعر العربيه دي او اي عربيه ثانيه من الموجودين هنا في المعرض. ولو انت في الامارات وقررت تشتري العربيه دي او اي واحده غيرها، يعني قول له بس ان انت تبع قناه البروشور وهتاخد هديه حلوه. هو وعدني قال لي اي حد يقول ان هو تبع قناه البروشور هياخد هديه حلوه من المعرض هنا. تمام. بس كده. يلا شكرا لكم. السلام عليكم.